دي مش رشات، دي سر انتاج الفلاحين الكبار. 3 رشات للرز من عمر 20 يوم ل 50 يوم. الرشات دي هتزود معانا النمو الخضري وتزود التفريع وتدي صلابه في الساق وترفع مناعته ضد الامراض الفطريه وتزود معانا التفريعات زي الكتاب ما بيقول. ايه هم الرشات دول؟ هنتكلم فيهم بالتفصيل، لكن نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. يلا بينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة الأرز في مصر من الزراعة حتى الحصاد موسم 2025. إن شاء الله النهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا ويهم معظم مزارعي الأرز. طبعا النهاردة محضر لكم فيديو حاجة كده فاكهة. طبعا ده غذاء وريدي للأرز، غذاء ومغذيات هتزود معانا التفريع، تزود معانا النمو الخضري، تدينا صلابه في النبات، رافع اجهاد ورافع مناعه عشان ضد الامراض الفطريه. تمام. الفتره حاليا معظم الارزاز عندنا او معظم محاصيل الارز عندنا من عمر 20 يوم لحد 50 يوم و60 يوم. فالرش ده خلال هم 3 رشات كمغذيات ترفع مناعه النبات وتزود معانا النمو الخضري وتزود معانا التفريعات وحاجه كريزه. تمام. معظمنا بيمر حاليا بلفحه موجه في الزرع. ممكن المفروض نعالج اللفحه الاول رشه واثنين وبعد كده ننزل برشات المغذي دي عشان تغير مع المبيد الفطري. ما بيغيرش شكل الزرع. المبيد الفطري ما بيغيرش شكل الاصابه، يعني الورقه اللي اصفرت وماشي ودبلت من اللفحه دي خلاص، فانا عايز النموات الجديده، عايز الخلفات الجديده، عايز التفريعات الجديده، فانا عايز ازود الحاجات دي. بالاضافه لان انت المفروض شغال برنامج تسميدي، بتحط هيوميك فولفيك، بتحط بوتاسيوم، بتحط حامض فوسفوريك، بتحط الازوت بتاعك على دفعات، ما تحطوش مره واحده علشان ما يضرش الزرع معاك ويزود معاك اللفحه تاني. طبعا انت النبات مر بتجربه مثلا وليكن عندك ارتفاع درجه الحراره رافع، انت النبات مجهد، عايز حاجه ترفع مناعته ضد الجهاد الحراري وضد الحراره العاليه او الرطوبه العاليه. مر باصابه مثلا حشريه وليكن في الديدان الدمويه والهاموش وليكن ده رشيد مبيد حشائش ووقف الزرع شويه، فانت عايز حاجه تزج مع الزرع معاك تحرك الدنيا شويه كده. الزرع واقف وما بيتحركش، حطيت هيومك، حطيت كيماوي، حطيت زنك، حطيت مش عارف ايه مع الري والزرع واقف، رشيت لللفحه والدنيا تمام والزرع حلو، بس الزرع ما بيتحركش معايا والزرع واقف. فانا لازم الجا لحاجه في الوريد، ادي حاجه في الوريد، ادي غذاء رش ورقي، ادي مغذيات رش ورقي. فهديك 3 رشات للامانه هتطبقهم زي ما بقول لك كده، والله العظيم لا تنجل معاك نجل محترم، تلاقي حاجه سبحان الله، حاجه نمو خضر ايه وتفريع ايه، حاجه محترمه جدا. وبندي احتياجات النبات برضو من العناصر اللي بياخد. فهندي المركب ده اول رشه معانا اللي هي الالفا جرو. المركب ده فيه طحالب بحريه واحماض امينيه نباتيه ومستخلصات من الاندول والعناصر النيتروجين والعناصر الكبرى. المركب ده رافع اجهاد عالمي. تمام. مع نص كيلو حديد، نص كيلو حديد. دي الرشه الاولانيه. لو عندك عمر الرز 15 يوم، 20 يوم، 30 يوم، 50 يوم، المهم هنرش 3 رشات دول بين الرشه والثانيه 3 ايام 5 ايام، يبقى خلال 15 يوم هكون رش 3 رشات كل 5 ايام رشه. هنرش الالفا جرو ده رافع اجهاد ومحفز للنمو الخضري، حاجه محترمه جدا. يبقى الالفا جرو تمام مع الايرو برو ده نص كيلو حديد مخلبي محمل على احماض كربوكسيليه وسكريات كحوليه. تمام. هننزل معاه بالعناصر اللي هي الكبرى دي اللي هي اجري مينرال دي عناصر كبرى. تمام. وهننزل معاهم باللي هو الرابيتور ام جي، دي نترات مغنيسيوم نص كيلو نترات مغنيسيوم ومحمل برضو على احماض كربوكسيليه وسكريات كحوليه. الرشه دي هتعمل معانا ايه؟ الرشه دي هتغير معانا شكل النبات لو لونه حالي، لو عندك نقص مغنيسيوم او نقص حديد بيدينا. هم اصلا العناصر دي مسؤوله عن النمو الخضري، وعندك في التذكره دي في نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم هيدينا نمو خضري محترم جدا. مع الالفا جرو ده لا حدث ولا حرج، حاجه محترمه جدا. هنضيفوا معاهم حاجه كمان كريزه كده، عناصر صغرى اللي هي الهارف بلس دي. تمام.
الهارف بلس دي عناصر صغرى بتزيد عليه جدا، زنك وحديد ومغنيسيوم وكبريت وداخلها اللهم صل على النبي زنك وحديد ومغنيسيوم ونحاس ومنجنيز وبورون وكبريت. العناصر الصغرى كلها احتياجات النبات من العناصر الصغرى. يبقى انا بدي عناصر صغرى، بدي زنك مخلبي، بدي حديد مخلبي، بدي مغنيسيوم. تمام. تعالي يا حاج مع الالفا جرو ده. يبقى الرشه دي الرشه الاولانيه هتزود معانا النمو الخضري بسم الله ما شاء الله. تمام. يبقى انا كده بعد ما رشيت اللفحه وجدت عليها هنزل بالرش بتاعنا ده هيظبط لي الدنيا ويزود معانا النمو الخضري. هاجي رشش بعدهم رشه ثانيه، الرشه الثانيه بعدها ب5 ايام هنرش يا باشمهندس، هنرش حاجه اسمها سيليكات بوتاسيوم اللي هي السيلكافال. السيليكات البوتاسيوم مركب ما بيحبش الشريك، ما بيتخلطش زي الكالسيوم بورو. تمام. فانا هنرش البوتاسيوم سيليكات البوتاسيوم دي عشان رافع اجهاد في الحراره العاليه ويمنع اختراق الفطر اختراق الفطر وهيفات الفطر للنبات عشان ما اللفحه ما ترجعليش تاني. يبقى انا برفع مناعه النبات ده المواد الفطريه، يزود معاه النمو الخضري، رافع اجهاد وبدي عنصر بوتاسيوم فيه بيحجم لي بعد كده في الحبايه نفسها. تمام. يبقى ننزل الرشه الثانيه بعدها ب5 ايام اللي هي السيليكات البوتاسيوم. تمام. دي الرشه الثانيه. نرش الرشه الثالثه بعد 5 ايام برضو. 5 ايام يا باشا هنرش ايه؟ تمام. هنجيب مركب وليكن اللي هو الاستيموفول. الاستيموفول ده احماض امينيه نباتيه وداخله نيتروجين فوسفور وبوتاسيوم. تمام. ادي حاجه مع ساحر النبات ده اللي هو التيك 2 اس، ده سيتوكينين واوكسينات وفيتامينات. احنا بنرش الرشه دي ليه؟ نزود معانا التفريعات، تخلي تعمل معاك صلابه في السيقان وتزود معانا التفريعات على قد كل ما زاد عدد التفريعات كل ما زاد عدد السنابل عندك وعدد الحبوب كل ما زاد الانتاج عندك. يبقى هنرش الرشه دي ومعاه اللتر الحلو ده اللي هو النيو اتش ار بي، هناخده منه نص لتر بس، اللي هو بوتاسيوم فوسفور. فيه فوسفور 42% و32% فوسفور. ده برضه بيدينا العنصر الفوسفور والبوتاسيوم، فوسفور البوتاسيوم فوسفايد، حاجه محترمه جدا اللي هو النيو اتش ار بي علشان يزود معانا النمو الخضري، يزود معانا التفريعات. ودي داخلين بقى بالزنك المخلبي الحلو ده. تمام. نخش بالزنك المخلبي ده عشان يزود معانا التفريعات. يبقى معانا زنك مخلبي، معانا سيتوكاينين اللي هو تيك 2 اس، معانا الاستيموفول ده احماض امينيه نباتيه وليس احماض امينيه صناعيه، فعشان لو في فطر وبتاع بلاش احماض امينيه نباتيه صناعيه. النباتي ممتاز جدا ما يزودش معانا الفطر. تمام. يبقى اللي هو الاستيموفول ده وهنضيفه معاه اللي هو الاتش ار بي ده. الرشه دي هنزود معانا التفريعات والبوتاسيوم فوسفور بيديني صلابه وسمك في السيقان والايه وفي الاوراق، وبيعمل معانا كده هنزود معانا استطاله ويزود معانا تفريع ويزود معانا نمو خضري. يبقى انا ال3 رشات دول هنرشهم هيفرقوا معايا في المحصول جدا جدا جدا. كنت بعاني من اللفحه والزرع واقف، هطبق ال3 رشات. ما عنديش لفحه وكان عندي صبغه حشريه، هطبق ال3 رشات وتظبط معايا الدنيا معايا. ما عنديش لفحه ولا عندي صبغه حشريه، هطبق ال3 رشات. عندي في محاصيل وليكن عندك ال 302 و 303 تفريعهم قليل، فلما بنزل برشات زي دي مع التسميد الارض اللي انا بحطه هينجل معايا نجله محترمه جدا ويديني تفريع ونمو خضري حدث ولا حرج. يعني بقى خلي بالك لما بتروح تكشف عند دكتور مثلا وليكن تعبان من حاجه معينه فبقول لك لازم تاكل كويس اللي هو التسميد الارضي وتاخد العلاج ده اللي هو الرش الورقي اللي قلت لك عليه اللي هم ال3 رشات دول. 3 رشات بامانه لو طبقتهم صح زي ما بقول لك وطبقت ال3 رشات دول هيفرقوا معاك في محصولك حاجه حلوه خالص. لو الفيديو عجبك ما تنسناش متابعة على الفيس واشتراك في قناة على اليوتيوب ومشاركة للفيديو على قد ما تقدر علشان غيرك يستفيد. لو كان الفيديو حلو وعجبك والدنيا تمام فانت مكمل معانا، ما عجبكش فطبعا ده وكان انا قصرت في حاجة فطبعا انت مني ومن الشيطان. ولو كان الفيديو حلو طبعا من فضل ربنا علينا ولسه مكملين معاكم عن زراعة الأرز في مصر من الزراعة حد الحصاد، وعندنا فيديوهات حلوة جدا. والفيديو اللي جاي هيعرفك مراحل عمر النبات عشان تعرف مراحل عمر النبات، تعرف احتياجاته ايه، تعرف هتوقف تسميد امتى، تعرف هتروي امتى، تعرف هتحصد امتى. ان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله المراحل العمرية لمحصول الأرز، انتظرونا. السلام عليكم.